ازاي تعمل خطة دخول وخروج واضحة لكل صفقة؟ عارف الفرق بين المتداول اللي بيكسب باستمرار والتاني اللي دايما متلخبط؟ الفرق مش في المؤشرات ولا نوع الحساب، الفرق في الاستراتيجية. اللي بيدخل الصفقة وهو مش عارف هيخرج امتى ولا ليه، ده مش متداول، ده مغامر مقامر. تعال اقولك ازاي تعمل خطة دخول وخروج واضحة وبسيطة تمشي عليها في كل صفقة. اول حاجة، حدد سبب الدخول، يعني داخل بناء على ايه؟ كسر مقاومة، دايفيرجنس، الشموع مكونة نموذج معين، لازم تكون عارف ليه بتدخل. اتنين، حدد نقطة الدخول بالظبط، مش مجرد هشتري من هنا كده تقريبا، لا، لازم تقول هدخل لو السعر قفل فوق 2500 مثلا. خلي القرار واضح مش مرن. تلاتة، حدد وقف الخسارة، الستوب لوز، يعني لو السعر مشي عكسك هتخرج فين؟ هتخرج لما الصفقة تضرب ستوب يا حبيبي، ايدك ما تاكلكش، عارفك عايز تشيل الستوب. أربعة، حدد هدفك، تيك بروفيت، لازم تحدد هدفك بناء على استراتيجيتك وتحليلك، وايدك ما تاكلكش في الستوب والهدف، عارفك عايز تعمل ثروة ايلون ماسك في صفقة واحدة. خمسة، نسبة المخاطرة، يعني داخل الصفقة دي بقد ايه من حسابك، 1%، 2%، ما تدخلش فول مارجن وتقول انا هاخد كام نقطة سكالبنج واخرج بسرعة. كل صفقة محتاجة استراتيجية قبل ما تفكر تدخل، نقطة دخول واضحة، ستوب لوز، هدف، ونسبة مخاطرة. لو عايز فورمة جاهزة تكتب فيها كل صفقة قبل ما تدخلها، اكتب لي في التعليقات عايز فورمة الصفقة وهبعت لك ملف بسيط تستخدمه على طول.